السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير. نتوما تشوفوا في الفيديو تاعي اليوم جبت لكم غيسه تاع البقلاوه والبحلاوه، كل واحد كيقول لها بلا آلة توريق. على بالي بلي بزاف اللي ما عندناش هذيك لاباراي تاعها. باش نسحقوا في الوصفه تاعنا نسحقوا 4 عبار تاع فرينه، كل واحد باش يبغي يعبر. انا عبرت بواحد الكاس صغير، تبغوا تعبروا بهذاك الكاس اللي كاع لاجيري تعرفاه، تبغوا تعبروا بغرفيه على حسب البلا اللي يكون عندكم. درت 4 كيسان تاع فرينه مغربلين، زدت عليهم رشه تاع ملح، زدت عليهم مغرف تاع لافاني وحبه تاع بيض وخلطتهم. كي شغل نبسوها، ندخلو مليح هذيك الحبه تاع البيض وهذاك الملح ولافاني في الفرينه. من مولي دخلنا مليح هذيك الحبه تاع البيض والفرينه في الفرينه والملح ولافاني، نزيدو عليها نص كاس تاع السمن يكون دايب بصح ماشي حامي باش ما تعجناش، ندوبو نخلوه يبرد، ونص كاس تاع زبده التوريق، ماشي الدهان هذاك العادي اللي نطيبو به، ولا لا، زبده التوريق. كي تروحوا تشرو قولوا له يعطيكم زبده التوريق. نص كاس تاع سمن يكون دايب وبارد، ونص كاس تاع زبده التوريق، سما اونتو عندنا كاس. حاولوا تبسوا مليح العجينه تاعكم بيديكم للزوج، ومن بعد جيبوا نفس الكاس اللي عبرتوا به ولا الغرفيه، ولا ديروا نصه ما ونصه ما زهر، وقعدوا تكبوا غير بشويه، حرصوا تكبوه كاع باسكو يغلبكم والعجينه تاعكم تجيكم جاريه. باسكو على حسب الفرينه، كاين فرينه اللي تشرب، كاين اللي غادي يشرب لها كاع كاس، وكاين اللي يشرب لها نص، كاين اللي يشرب لها ربع، كاين اللي يفوت لها كاس. المهم نتوما في الاول ديروا كاس وقعدوا تزيدوا في الماء تاعكم غير بشويه، وتلموا في العجينه تاعكم حتى تولي لكم عجينه طريه ماشي يابسه. من مولي توصلوا للقوام اللي راكم باغينه تاع العجينه، ديروا لها بابي فين باش ما تنشفش، وخلوها تريح مينيموم على الاقل نص ساعه في الفريجيدير. في الوقت اللي راهي تريح فيه العجينه تاعنا نروحوا للحشو. الحشو تاعكم ديروا اي حشو راكم باغيينه، كوكاو، لوز، ميلونج بين كوكاو ولوز، بندق، نوازيت، اي حاجه راكم باغيينها. دو منها 4 عبار، 4 كيسان تاع الحشو في كاس تاع سكر. نزيدو عليه مغرف كبيره تاع لافاني، ونزيدو عليه مغرف تاع قرفه، ونخلطوهم بالماء ورد، ما زهر ولا ما ورد، كل واحد وكي يقول له. نقعدوا نزيدوا في الماء زهر تاعنا حتى هذاك الحشو تاعنا يولي كي تحكموا في يدكم يتلم، بصح كي تطلقوا يدكم يتفركت، ماشي تردوه عجينه، لا، غير شغل غير تندوه هكا تشمخوه شويه كيما راني نوريكم في الفيديو. نوخروا الحشو تاعنا على جهه، من موراها يكون العجينه تاعنا ريحت، نخرجوها من الفريجيدير وغادي نقسموها على 5 قطع، نديروها 5 تاع لي مورسو ونغلفوهم هما ثاني بالبابي فيلم باش ما تيبسناش وتجينا سهله في الخدمه. اللي عندها ميزان هنا تبارك الله تخدم بالميزان، واللي ما عندهاش ميزان تخدم عينها بميزانها. من مور اللي قطعنا العجينه تاعنا ال5 قطع وفيميناهم كاع بابي فيم ولا بساشي ولا ليسانسيل اللي تغطاو ما يدخلهمش الهواء، نبداو نحلو في العجين تاعنا. شوفوا الطريقه اللي غادي نحل بها، الطريقه هي الصح باش تستقلكم البقلاوه تاعكم وما نسحقوش الاله. الحاجه الاولى نخدموا بالمايزينا ماشي بالفرينه، والحاجه الزوجه دوك تشوفوا الطريقه. البلون طرافاي تاعنا نرشوه كاع بالمايزينا، ونحلو هذيك العجينه تاعنا رقيقه 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 لدرجه وين بلون دو طرافاي تاعنا يولي يبان. حلوها وما تخافوش ما تتقطع معاكم ما والو، خاطش العجينه عطيتوها حقها من راحه، راهي مريحه بيان. ما بغيتش نخفف لكم هنا لا فيديو في الطبقه الاولى باش تشوفوا ليطاب اللي غادي نديرها بيان. قعدوا تحلوا في العجينه تاعكم وترشوا في المايزينا. المايزينا هي اللي غادي تعطينا هذوك الطبقات اللي غادي يجونا في البقلاوه، وتزيد تعطيها قرمشه وتردها هشيشه. ما تخافوش من المايزينا، قعدوا غير ترشوا، تحلوا في العجينه تاعكم وترشوا، تسحقوا فيها بزاف تاع لا مايزينا. حلوا العجينه تاعكم حتى القد اللي تنجموا، قعدوا غير تحلوا فيها، قلت لكم حتى اللي تولي ترانسبارونس ويولي يبان بلون دو طرافاي تاعكم. من مولي تحلوا العجينه تاعكم بيان بيان بيان، رشوها كاع بلا مايزينا. وشوفوا الخطوه اللي غادي نديرها انا. غادي نجيبوا
نطوو الجهه التحتانيه نجيبوها الفوق شغل نطبقوها ونزيدو نطوو الجهه الفوقانيه عليها، تما تولي عندنا 3 طبقات في عجينه واحده. شوفوا غايه معايا هذه الطريقه، جبنا الجهه التحتانيه طبقناها وزدنا نطبق عليها الجهه الفوقانيه، تما ولو عندنا 3 طبقات في عجينه واحده. نزيدو نرشوها بلا مايزينا مليح ونقعدوا نحلو فيها، بصح هنا سحفوها ماشي كيما الطريقه الاولى لاخاطش رانا طاوينها، سحفوها غير بشويه بشويه، حلو شويه الفوق شويه لتحت شويه الفوق شويه لتحت حتى اللي تنحل معاكم كاع، تما في عجينه واحده ربحنا 3 طبقات. حلوا العجينه تاعكم كما قلت لكم وسحفوها غير بشويه. في جهه واحده اخرى تكونوا مذوبين في كاسرول نص تاع سمن ونص تاع زبده التوريق، ديروا قد زبده التوريق قد السمن، ذوبوهم وخلوهم يبردوا. جيبوا البلا تاعكم اللي يدخل في الفوق تكونوا دهنينه بهذاك الميلانج تاع زبده التوريق والسمن. انا البلا اللي خدمت به فيه 20 سنتيم على 25 في الطول. من مولي تحلوا الطبقه الاولى حطوها في البلا وسيو كشغل تحطوها مفينيه. هذيك العجينه تاعكم غلفوا بها كاع البلا، ما تخلوش ليسباس فيد، وقلعوا هذوك الحواشي الزياده. وجيبوا هذاك الميلانج تاعكم اللي قلت لكم نخدموه نص سمن ونص زبده التوريق، ونجيبوا بانسو وندهنوا كاع هذيك الطبقه الاولى اللي درناها. نوخروا البلا تاعنا على جهه ونعاودوا نجيبوا مورس واحد اخر تاع العجينه ونحلوه بنفس الطريقه اللي حلينا بها الطبقه الاولى. نرشوا المايزينا نحلوا العجينه تاعنا الارق سمك الماكسيموم تاعها، ومن بعد نجيبوا طبقه تحتانيه نطووها نزيدوا نطوو عليها طبقه ثانيه ونرشوا المايزينا ونحلوها كيما حلينا الطبقه الاولى. نجيبوا البلا تاعنا ونحطوا عليه ديك الطبقه الزوجه اللي درناها بنفس الطريقه تاع الطبقه الاولى. نسيو نغطوا كاع هذوك الجناب، نسيو ندخلوها بيان في البلا باش ما تجيش طبقه على طبقه غونفلي، ما نخلوش ليسباس، نزيروهم بيان ونقلعوا هذوك الحواف اللي يكونوا زياده. في الطبقه الزوجه ما نديروش السمن والزبده التوريق لاخاطش غادي نديرو الحشو. نجيبوا الحشو تاعنا نفرغوه فوق الطبقه الزوجه ونسيو اي اداه مغرف سباتولات اي حاجه نردوه كشغل نيفو كاع على سطح واحد، ما تجيناش حبه طالعه حبه مهوده حبه فيها الحشو حبه ما فيهاش بزاف، لا سيو تردوه كاع في نيفو واحد. ونزيدو الطبقه الثالثه تاني بنفس الطريقه تاع الطبقه الاولى والزوجه ونحطوها فوق الحشو ونسووها من الجناب ونقلعوا هذوك الحواف الزياده ونزيدو نرشوا عليها هذاك الميلانج تاع السمن وزبده التوريق، ونزيدو فوقها تاني الطبقه الرابعه نفس الطريقه تاع الطبقه الاولى والزوجه والثالثه. نحطوها تاني فوق هذيك الطبقه اللي نكونوا راشينها بزبده التوريق والسمن ونسووها مليح من الجناب وما نخلوش الفيد قلت لكم بين طبقه وطبقه باش كي تدخل طيف الفوق ما تجيناش غونفلي. ونزيدو هذه الطبقه ثاني الرابعه ثاني نزيدو نديرو لها السمن وزبده التوريق ونوخروها على جهه. نروحوا للطبقه الخامسه واللي هي الطبقه الاخيره. الطبقه الخامسه ما نحلوهاش كما حلينا الطبقات الاخرين اللي فاتوا. الحاجه الاولى ما نكثروش فيها لا مايزينا لاخاطش هي الوجه تاع البقلاوه كون كثروا فيها لا مايزينا غادي تجينا محبحبه يخرجوا لها هكا حبيبات من الفوق تتغونفلا. والحاجه الزوجه ما نطووهاش، نحلوا الطبقه تاعنا عادي ما نكثروش فيها لا مايزينا غير شويه باش تساعدنا ونفضوها مليح من هذيك لا مايزينا. وقلت لكم من نطووهاش نديروها عادي. شفتوني كي حليتها انا جبت العجينه تاعي درت فيها غير شويه تاع لا مايزينا وحليتها ونحطوها فوق نحطوها في البلا تاعنا ونقطعوها. كي تقطعوا سيو توصلوا الخدمي حتى لتحت حتى اللي توشي البلا. انا اليوم جبت لكم واحد التزيين سامبل وخفيف ويجي شباب في النظره. هادوك لي شو تاع البقلاوه يبقاو لي هادوك البقايا تاع العجين جبتهم. وجيبوا اي اداه هكا تكون مدوره بوشون تاع كاش حاجه تكون نقيه، ولا انا جبت بوشادوي ودرت 3 دوائر 3 تاع الدويرات وحطيت حبه حدا حبه ودرت في وسطهم الحبه تاع اللوز. كي تدخلوا هذيك الحبه تاع اللوز في وسط هذوك 3 دويرات غادي يجيكم الشكل تاع ورده يجي شباب. ومن مور اللي نقطعوا البقلاوه تاعنا
ودرت لها كاع ديك الديكوراسيون، ودرت لها هذوك اللوز من الفوق، دهنتها بالسمن وحده، ما درت زبده التوريق باش الطبقه التاليه ما تطلعليش، ودخلتها الفرن طيب على 180 درجه. من تحمرت لي من تحت وتحمرت لي من الجناب، شعلت عليها من الفوق تحمر وما تحرقوهاش. ومن خرجت هي حاميه عسلتها بعسل يكون بارد، وما قطعتهاش في هذيك الليله، خليتها باتت حتى الغدوه ان شاء الله. وشوفوا معايا كي خرجت النتيجه، خرجت ما شاء الله، لا في الذوق لا في الشكل. وما تضحكوش على التقطاع تاعي باسكو هذه ما غادي نخرجها ما راهي تاعي، هذه غير تاعنا غادي نتقهووا بها. درت لها تقطيع عشوائي، حبه كبيره حبه صغيره. نتمنى الوصفه تاع اليوم تكون نالت اعجابكم، وماذا بيا تسيوها. والعيد ان شاء الله تاع 2023 برعايه البقلاوه تاع الوهرانيه، نبغيكم كاع تسيوها وكاع تقولوا لي بلي نجحت لنا. ما تنسوش تخلوا لي جيم كومونتير شباب كيما كيفكم، وغادي نخلي لكم الوصفه مكتوبه في صندوق الوصف. نتلاقوا في وصفه جايه ان شاء الله. باي.